احنا النهارده عايزين نشرح درس فسيولوجي عن مخلوق نادر قوي. المخلوق دون نما وترعرع في جمهورية مصر العربية. المخلوق زي ما حضراتكم شايفين بيتكون من أنف مفلطحة، وعين دبلي، وحواجب مرسومة، وشفايف، وخدود، وشعر، يعني زي اي نوع من انواع الثدييات العادية. آه، يعني بياكل اعشاب، بياكل لحوم، بيتخض من المفاجأة، بيزعل وبيحزن من المواقف السيئة، ممكن يضحك، بيتأثر وساعات ما بيتأثرش، بيضحك وبيحس وساعات ما بيحسش. المخلوق دون اللي هو اسمه عبد الفتاح السيسي دون ظهر في عصر الهليوستوسين. عصر الهليوستوسين دون في حقبة الحياة الحديثة، لأن احنا عندنا 3 حقبات: حقبة الحياة القديمة، وحقبة الحياة المتوسطة، وحقبة الحياة الحديثة. حقبة الحياة الحديثة هي اللي ظهر فيها المخلوق دون. كان ليه إرهاصات في الأول في عصر الكامبري والأردوفيشي والسيلوري والديفوني، في الحاجات دي في حقبة الحياة القديمة كان ظاهر على شكل طحالب كانت بترعى وتنمو على شواطئ المحيطات حديثة التكوين. هو زي ما انتم شايفين يعني مميز، تقدر تميزه وتقدر تعرفه وتحسه. هو بيميل إلى التزاوج اللاجنسي، نظرا لأن الأنثى بتاعته فريدة برضو من نوعها. الأنثى بتاعته برضو هي ظهرت في العصر الكرياتاسي، في حقبة الحياة المتوسطة. هي سابقاه الصراحة، كانت في انتظار كبير قوي لظهوره. فأول لما ظهرت الأنثى بتاعت المخلوق عبد الفتاح السيسي في عصر الكرياتاسي، أول لما لقيته ظهر في عصر هليوستوسين، حصل بينهم تزاوج لا جنسي من خلال ملامسة الأنف للأنف. ده حصل فيه انقسام معين في الخلايا، فأصفر إن الموضوع إيه ترتب عليه، اللي هو إفراز. يعني حاجة زي ممكن زي الدايبر راش كده، إفراز لمخلوقات آه، حزينة وسعيدة في نفس الوقت. المخلوق دون يعتبر ثروة قومية من ثروات جمهورية مصر العربية، لأن احنا اكتشفناه في مصر في آخر في الألفية الجديدة. يعتبر هو ابتدى يظهر ويتبادر لأذهان البعض في سنة 2011. قبلها ما كانش حد يعرف عنه حاجة، كان مخفي بأمر من المخابرات العامة عشان محدش يقدر يستغله أو حد يسرقه أو يبيعه. حتى هو عارف قيمة نفسه، فزي ما انتوا عارفين طبعا هو عرض نفسه للبيع. وده اللي هو يعرض نفسه للبيع ده اصلا خيانة للوطن، لان ده ثروة قومية. هو ما ينفعش يتحكم في نفسه، لان هو ملك للبلد اللي اكتشفته. واحنا اكتشفناه في الدلتا طبعا انتوا عارفين فيها جو كده لطيف. وطبعا الجو بتاع الدلتا بينعكس على الذوق العام بتاع المخلوق دون. تحس ان المخلوق ده دايما ليه ذوق دلتاوي كده في لبسه، في تعبيراته. حتى الناس اللي بتحبه مهتمية بيه وبأخباره، وتحط بوستراته وتحط صوره وكده. ليهم برضو نفس الميل الدلتاوي ده، اللي هم يعني بيحبوا اللون الأحمر قوي، بيحبوا الورد، بيحبوا الزرع، الأبقار، بيحبوا الأبقار جدا.
والجاموس البري بيحبوه. هو طبعا يعني لما تعرض للتكنولوجيا الحديثة ابتدى يعني ايه يتصدم، اللي هو مثلا عايز يتصور كتير، فبقى مزبهل دايما. تحسه كده اللي هو ايه مثلا مش يعني حديث عهد بالبشرية، حديث عهد بالعالم. آه، حتى في نمط لبسه برضو يعني متحفظ. تحسه يعني قلقان خايف، مثلا رافع بنطلونه قوي. في برضو في بقعة عنده في الجبهة. البقعة دي احيانا تلاقيها واحيانا ما تلاقيهاش. ده تقريبا ناتج من تأنيب الضمير، لان هو اكيد يعني من المخلوقات الحساسة وصفة الحساسية. فممكن بتلاقيه مثلا في يوم بيخبط راسه في الحاجات كتير، ويوم مثلا يعني بيتلم على الأنثى بتاعته فبتحط له مرهم، فما بيحسش بقى الأثر ده ما بيظهرش على الجبهة بتاعته. لو تلاحظوا الشعر بتاعه قليل من عند الراس، وده نتيجة لزيادة في إفراز التستيرون. التستيرون هرمون الذكورة. وده يعني بيوحي اللي هو إنسان شهواني أو بيحب يمارس الحب، أو مثلا يعني زي ما انتوا عارفين. بس ده غلط، ده غلط، لان هو الشعر الناقص اللي عنده ده ناتج من الاكتشاف. احنا لما اكتشفناه، لما جينا نطلعه لما جينا نطلعه من تحت التراب شديناه من شعره، فشعره وقع طلع في ايدينا. واكبر دليل على كده اللي هو يعني من المخلوقات اللي بتتزاوج تزاوج لا جنسي زي ما احنا شرحنا قبل كده. طبعا مفيش دقن او شنب او شعر في القورة زي ما انتوا تلاحظوا. في احيانا بقع على الخدود جنب العين تحت اللغد كده. ده ناتج للنتف، هو اكيد اتعرض لعملية نتف قوية، او ممكن يكون مثلا اصلا من المخلوقات عدم ذوات الشعر في الوجه. احنا ما نعرفش، احنا لسه جاري اكتشاف المخلوق دون وجاري دراسته. طبعا بصات عينيه دي لوحدها عايزه بحث مفصل. آه، تعبيراته والرياكشن بتاعه طبعا هو مخضوض عشان الموضوع جديد عليه. فاحنا محتاجين بحث زياده في الموضوع. ويعني ده يعتبر ثروه قوميه، احنا محتاجين ان احنا نحافظ عليه، محتاجين ان احنا ما نزعلوش. هو بيحب ياكل خس، بيحب ياكل انواع من انواع اعشاب اللي هو خشب البابون. هو بيحب خشب البابون، يعضعض فيه دايما. حتى تلاقي اسنانه ظاهره في كل الصور بتاعته، لانه هو عايز بابون عايز بابون كده، فاهمني؟ اللي هو محتاج ياكل بابون كتير، فاحنا نوفر له اللي هو محتاجه، ونخليه دايما لصيق بالأنثى بتاعته، لأن هو بيشعر بوحدة وممكن يجيله أعراض انتكاسية كبيرة جدا لو غاب عن الأنثى بتاعته، اللي هي الأنثى بتاعته بتشبهه بشكل كبير. نفس الجبهة لو تلاحظوا، نفس الحواجب. طبعا العين فيها حول مزدوج من يعني الاتنين داخلين في اتجاه واحد. وده ناتج عن ملاحظتها الشديدة ليه، لأن هي مهتمية بيه جدا، لأن هي زي ما احنا قلنا ظهرت في عصر العصر الكريتاسي، قبل منه بحوالي 500 ألف سنة. فدايما كنت تلاقي هي بتحط عينيها عليه، الاتنين عينيها الاتنين بتروح عليه. بتخاف مثلا يعمل حمام على روحه، بتخاف مثلا يشطح بعيد أو يروح في مكان مجهول. فده أصابها بحول مؤقت من ذوات الاتجاه الواحد. فإحنا طبعا لازم نخليه جنب الأنثى بتاعته وما نبعدوش عنها خالص. ونخلي بالنا منه، نحط له الأكل في الميعاد، و
يعني نحافظ عليه لحد ما المتحف المصري الكبير يخلص. اول لما نخلص الانشاءات بتاعه المتحف المصري الكبير هنبتدي نعرضه فيه. ده هيبقى مصدر من مصادر الدخل القومي القوية. ما تفرطوش في ثروتكم يا مصريين، ما تفرطوش في الآثار بتاعتكم المصريين، عشان مصر تزدهر وتبقى دولة قوية وتبقى دولة جامدة كده وحلوة.